مع بعض ونبدأ النص التاني من درس المعادن ومصادر الطاقة طبعا أو درس التعدين. فهنكمل باقي الدرس هنا بمصادر الطاقة. مصادر الطاقة دي مهمة جدا في إفريقيا، ومصادر الطاقة هنا بتتقسم أو بنقسمها لمصادر الطاقة الأحفورية، ودي اللي هي زي البترول والغاز والفحم اللي بنجيبها طبعا من باطن الأرض. وللأسف كمية مصادر الطاقة الأحفورية عندنا في إفريقيا كمية قليلة، لدرجة إن إفريقيا بتعاني من نقص في مصادر الطاقة الأحفورية. لكن اللي عندنا منها كتير بقى هي مصادر الطاقة المتجددة، الطاقة التي لا تنفذ باستهلاك الإنسان لها، زي الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. فأنا عندي نوعين من مصادر الطاقة، واحد عندي منه كتير ده الطاقة المتجددة، التانية طبعا اللي ما عندناش منها وبنعاني من قلتها هي مصادر الطاقة الأحفورية اللي بنجيبها من باطن الأرض. فعشان كده بنقول مش عن أو عدم وجود توازن في توزيع مصادر الطاقة، مش بالكميات الكبيرة، مفيش تساوي فيها. فتعال نشوف بقى الطاقة الأحفورية. الطاقة الأحفورية دي هي الطاقة الناتجة عن حرق مواد ذات أصل حيواني أو نباتي. يعني البترول والفحم والغاز دول أصلا دي بقايا حيوانات فات عليها طبعا مئات أو آلاف السنين فتحولت لمصادر طاقة. بنجيبها منين؟ بتستخرج من باطن الأرض، بنحفر عشان نجيبها، وينتج عن حرقها لما بنستغلها بقى في الصناعة وبنحرقها بتطلع كميات كبيرة جدا من غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيؤدي إلى تلوث البيئة طبعا وحدوث الاحتباس الحراري أو الارتفاع في درجة الحرارة. فالطاقة الأحفورية زي ما لها أهمية لها برضو سلبيات، لأنها بتلوث البيئة وبينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب تعال نشوف مصادر الطاقة الأحفورية بقى والأنواع بتاعتها. الفحم. الفحم ده هو أقدم مصادر الطاقة اللي عرفها الإنسان. أول مصدر طاقة نعرفه في التلاتة دول أو في أصلا الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة كان الفحم. وبينتج عن حرق الفحم تلوث كبير جدا للبيئة، هو أكثر مصادر الطاقة كمان تلويثا للبيئة هو الفحم ده. الفحم طبعا في كذا دولة في افريقيا او العديد من الدول الافريقية بتستخدمه كمصدر رئيسي للطاقة. من الدول الافريقية في دول اللي ما عندهاش بترول ما عندهاش غاز، او حتى لو عندها بترول وعندها غاز لسه بتستمر لحد دلوقتي في انتاج الفحم وتصنيعه طبعا كمصدر اساسي للطاقة. اكبر دولة منتجة بقى للفحم في افريقيا هي دولة جنوب افريقيا. دي اكبر دولة، معظم الانتاج اللي بيخرج من قارة افريقيا من الفحم بيطلع من دولة جنوب افريقيا. تاني مصدر للطاقة هو البترول. البترول ده اهم مصدر للطاقة بقى، ده الكل في الكل ده، لان البترول ده هو المصدر الرئيسي للطاقة في العالم حاليا سواء في قارة افريقيا او في العالم كله، لان بيؤثر على التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. الدولة اللي فيها بترول بتلاقي قادرة انها تحقق التنمية الاقتصادية، معاها فلوس كتير، دولة غنية، وكمان قادرة انها تحسن من مستوى وضع الافراد والمواطنين عندها، تلاقيهم بياخدوا مرتبات كويسة لانها دولة غنية عندها بترول. والدليل على كده عندك مثال بسيط، السعودية. السعودية دي زمان كانت بتشتغل بالرعي، راعي بقت وحيوانات وكده. طب بعد ما لقوا البترول عندها اللي هو بيتسمى باسم تاني النفط، لا خلاص بقى سابت مجال الرعي وبقت بتشتغل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مصانع، دول غنية وهكذا. أكبر الدول بقى نرجع لأفريقيا، أكبر الدول الإفريقية المنتجة للبترول عندك نيجيريا، الجزائر، أنجولا، ليبيا، مصر. الخمس دول دول بننتج منها أو بيأتي 80% من إنتاج أفريقيا من البترول. طب ده احنا عندنا لسه باقي، ده عدد دول افريقيا اصلا 54 دولة، خمس دول منهم بيخرج 80% من الانتاج. ايوه، ال 20% بقى اللي باقية دي من باقي الدول بقى اللي هم ال 49 دولة التانيين. خمس دول بس بيخرج منهم 80% من انتاج افريقيا من البترول. تاني، نيجيريا، الجزائر، انجولا، ليبيا، مصر. دي اهم دول افريقيا انتاجا للبترول. طيب، تالت مصدر للطاقة الأحفورية هو الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ده الوحيد اللي محترم فيهم شوية. ليه محترم؟ لأنه من الطاقة المهمة والنظيفة، بيقول لك أنا مش بلوث البيئة زي الفحم والبترول.
كمان انا رخيص الثمن، انا اسعاري قليله جدا مقارنه بالفحم والبترول. طيب اهم الدول المنتجه للغاز هي الجزائر، مصر، ونيجيريا. بياتي منهم 80% برضو من انتاج افريقيا من الغاز. اكبر 3 دول في افريقيا منتجين للغاز: جزائر، مصر، نيجيريا. يبقى انا عندي 80% من البترول، 80% من الغاز بيخرج من القاره الافريقيه. انما البترول في 5 دول، الغاز في 3 دول، وطبعا ما تنساش ان الفحم فيها دوله جنوب افريقيا. طيب كده احنا اتكلمنا على الطاقه الاحفوريه اللي بتخرج من باطن الارض وبينتج عن حرقها طبعا تلوث للبيئه. تعال نشوف بقى الطاقة المتجددة التي لا تنفذ باستهلاك الإنسان لها، مهما تاخد منها مش بتخلص، بتتجدد باستمرار، غير قابلة للنفاذ. طب زي مين؟ زي الطاقة الشمسية. ربنا أنعم على قارة أفريقيا بموقع فلكي بيخليها تتلقى كميات كبيرة من معدلات الإشعاع الشمسي بسبب الموقع الفلكي بتاعنا. فعندنا كميات كبيرة جدا من الإشعاع الشمسي مرتفعة سنويا، اللي هي طبعا الطاقة اللي بتبقى على شكل حرارة وضوء، مرتفع طول السنة على كده. وده خلاها أفضل القارات استفادة من الطاقة الشمسية بسبب كميات الإشعاع الشمسي اللي بتستمدها قارة أفريقيا في السنة. أهم الدول المنتجة للطاقة الشمسية في إفريقيا هي مصر رقم 1، ثم جنوب إفريقيا ده رقم 2، والمغرب رقم 3. ال3 دول دول أهم الدول المنتجة للطاقة الشمسية اللي هي الطاقة المتجددة من الشمس. طيب 2، الطاقة الكهرومائية دي بيقول لك عليها بقى هي أول مصادر الطاقة المتجددة اللي تم استثمارها في قارة إفريقيا. اول مصدر للطاقة المتجددة احنا عرفناه او سكان افريقيا عرفوه كانت الطاقة الكهرومائية، قبل ما يعرفوا الشمس وقبل ما يعرفوا الرياح. وده راجع لسبب وفرة الانهار. عندنا انهار كتيرة جدا: نهر النيل، ونهر الكونغو، ونهر الاورنج، نهر الزنبيزي، نهر النيجر. دي كلها انهار كتيرة. او حتى عندك المساقط المائية. المقصود بالمساقط المائية اللي هي الشلالات، دي برضو بتنتج منها طاقة كهرومائية. جبت كهرباء ومية، ضربتهم ميكس مع بعض، طلع لك كهرومائية. كهرو من الكهرباء، مائية من المية، يعني بتجيب كهرباء من المية. أهم الدول المنتجة للطاقة الكهرومائية هتلاقي عندك دولة إثيوبيا، جنوب أفريقيا، مصر. يبقى كده عندك الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، مصر وجنوب أفريقيا بتشترك في الاتنين. مصر بتنتج طاقة شمسية هي وجنوب افريقيا، وبرضه بينتجوا طاقة كهرومائية، وبرضه بينتجوا طاقة الرياح اللي هي تالت نوع من الطاقة المتجددة. طاقة الرياح دي بقى بيقول لك عندك مناطق معينة في افريقيا دي اللي اكثر ملائمة او مناسبة يعني لمشروعات طاقة الرياح. زي فين كده في افريقيا؟ بيقول لك في الشمال وفي الشرق وفي الجنوب. طب اشمعنى ال3 اماكن دول بس؟ ليه مش في الغرب كمان؟ قالك لا، ما هو في الشمال وفي الشرق وفي الجنوب انتظام هبوب الرياح في مواعيد معينة كده للرياح بتأتي فيها. رياح بقى شمالية، ورياح عكسية، ورياح غربية، ورياح تجارية، وأنواع كتير من الرياح بتيجي في وقت معين وبسرعة مناسبة في ال3 أماكن دول: شمال وشرق وجنوب. طب مين أكبر الدول المنتجة لطاقة الرياح في إفريقيا؟ عندك 3 دول هتلاقي فيها مصر، المغرب، جنوب أفريقيا. قصدك إيه يعني يا مستر؟ إن مصر وجنوب أفريقيا في ال3 مصادر المتجددة للطاقة؟ أيوة فعلا. طاقة شمسية، طاقة كهرومائية، طاقة رياح، مصر وأفريقيا. آسف، مصر وجنوب أفريقيا يعني. باختلاف بقى هتلاقي المغرب في الشمس، اثيوبيا في الكهرومائيه، المغرب في طاقه الرياح. خد بالك من الحتت دي لانها مهمه جدا في الاسئله. يقول لك من الدول اللي بتتشابه مع بعض في الطاقه مش عارف ايه وهكذا، فانت تاخد بالك منها. طيب عندي هنا بقى نروح للجزء الثالث اللي في الدرس بعنوان الصناعه في افريقيا. نتكلم بقى على الصناعة، وهل في صناعة في افريقيا، وانواع الصناعة اللي في افريقيا، واهمية الصناعة، وشوية تفاصيل بقى على الصناعة في افريقيا عاملة ازاي. ربنا برضو انعم على قارة افريقيا بالعديد من مقومات الصناعة، من الحاجات اللي بتخلينا قادرين ان احنا نصنع.
زي ايه مثلا؟ زي عندك وفرة المواد الخام، عندي مواد خام معدنية، عندي مواد خام حيوانية، عندي مواد خام زراعية، كل دي مواد خام بتدخل تتصنع. طيب عندي اتنين، وفرة مصادر الطاقة المتجددة، لسه سايبينها، عندك طاقة شمسية وعندك طاقة رياح وعندك طاقة كهرومائية، فبتخليك قادر انك تصنع. تلاتة، وفرة الأيدي العاملة، عندنا عدد سكان كبير جدا في أفريقيا، يعني عدد سكان أفريقيا واحد مليون، واحد مليار ونص، واحد ونص، ده رقم كبير قوي. ايه، عندك كمان اتساع السوق الإفريقية، عندك سوق إفريقية كبيرة في دول كتيرة تقدر تبيع فيها المنتجات اللي انت هتصنعها، فعدد كبير قوي. ايه، كمان كل العوامل دي بقى ساعدت على قيام صناعات متنوعة في القارة. اختلفت الصناعات في القارة، عندك صناعات بقى اللي هي الاستخراجية والصناعات التحويلية. صناعات استخراجية بقى زي ايه؟ حاجات بتستخرج من باطن الأرض، زي الصناعات التعدينية، المعادن، البترول، الحديد والذهب والنحاس والكروم والكوبالت والمعادن دي كلها، دي كلها معادن بتدخل في الصناعة. طيب تاني حاجة صناعة الرخام والجرانيت، دي بتطلع من الجبال وبرضه بتستخرجها وبتصنعها. صناعة قطع الأخشاب، الأشجار بتطلعها من باطن الأرض وبتحولها وتدخلها في صناعات تانية. طيب صناعة الزيوت نفس الكلام، أي حاجة بتطلع من الأرض اسمها صناعة استخراجية. النوع التاني بسميه الصناعة التحويلية. الصناعة التحويلية دي بقى متقسمة لنوعين، صناعة تحويلية خفيفة وصناعة تحويلية ثقيلة. التحويليه الخفيفه دي اللي هي الحاجات اللي ايه، مشي حالك كده، حاجات على قدها، زي الصناعات الغذائيه، اي حاجه بتتاكل بقى، إيه، كاراتيه وشيبسي وبسكوت ومش عارف ايه والحاجات التعبانه دي. كمان صناعه المنسوجات، الهدوم، الملابس، دي صناعات خفيفه يعني على قدها. تأتي مصر بقى في مقدمة الدول الإفريقية في هذه الصناعات اللي هي الصناعات الخفيفة. أكبر دولة عندها صناعات تحويلية خفيفة هي مصر. طيب النوع التاني اللي هو الصناعات التحويلية الثقيلة، زي ايه؟ زي الصناعات الكيماوية، الكيماويات والحاجات دي، المطاط اللي بيستخدم في الاشجار في اطارات السيارات. كمان عندك هنا تكرير البترول، اللي هي الحصول بقت على مشتقات البترول والحاجات اللي باخدها منه زي البنزين والسولار والحاجات دي. الصناعات المعدنية، تاخد المعدن تصنعه، تاخد الحديد تعمله عربية، ده بسميه صناعة تحويلية ثقيلة. الصناعات التحويلية الثقيلة دي موجودة في عدد قليل جدا من الدول الإفريقية، مش كل دول إفريقيا شاطرة فيها. زي دول هتلاقي جنوب أفريقيا دي دولة شاطرة كويسة في الصناعة التحويلية، مصر، غانا، الجزائر، دي الدول اللي بدأت تهتم بالنوع ده من الصناعة وتبقى شاطرة فيه جدا. على الرغم بقى من التقدم الملحوظ، يعني اللي على قده في مجالات الاقتصاد والتنمية خلال السنوات الأخيرة، آخر 20 سنة، آخر 30 سنة، بقى في تقدم يعني في الصناعة شوية، إلا إن قارة أفريقيا هي أقل قارات العالم من حيث التطور الصناعي، إحنا واخدين المركز الأخير في التطور الصناعي. حط بقى آسيا وأوروبا، بعد كده أستراليا والأمريكتين، حط أفريقيا في الآخر بقى. اقل قاره في التطور الصناعي هي قاره افريقيا، وده راجع للعديد من التحديات اللي هي المشكلات يعني والمعوقات في قطاع التعدين والصناعه والطاقه. عندنا شويه مشكلات مخليانا المركز الاخير في التطور الصناعي. طب تعال نشوف ايه هي المشكلات دي بقى اللي بتسبب ان احنا بقينا اقل القارات في التطور الصناعي. عندنا مشكلات التعدين والطاقة والصناعة في إفريقيا. أول حاجة هي ضعف البنية التحتية وضعف شبكات النقل والاتصالات. البنية التحتية عندنا سيئة جدا، البنية التحتية دي بتشمل الطرق، الكباري، وسائل المواصلات، عندي كل الحاجات بتاعت الصناعة دي ضعيفة عندنا. وضعف شبكات النقل والاتصالات، لا عندنا طرق للعربيات ولا عندنا كباري ولا عندنا انترنت ولا عندنا اتصالات، كل البنية التحتية سيئة. فده أول مشكلة من مشكلات التعدين والصناعة والطاقة كمان. تاني مشكلة اهتمام القطاع الخاص بالصناعات الاستهلاكية التي تحقق أرباحا سريعة.
القطاع الخاص اللي هو رجال الأعمال. رجال الأعمال لما يجوا يعملوا مشروع بيدوروا على الصناعات الاستهلاكية اللي هي الأكل والشرب، زي بيبسي وماكدونالدز والصناعات دي بتجيب فلوس كتيرة. صناعة سريعة، طبعا الناس كلها بتاكل وكلها بتشرب. دي الصناعات بقى اللي بيعتمدوا عليها لأنها بتحقق أرباح سريعة، زي كل المنتجات والسلع الغذائية. كل دي عليها طلب وعليها شراء بشكل كبير، فالمستثمر يقول لك لا انا هعمل لسه مصنع عربيات وبتاع وكلام من ده، لا احنا نعمل مصنع اكل وشرب وخلاص. ودي الصناعات اللي شغاله. تالت حاجة، ضعف التعاون الإقليمي بين الدول الإفريقية. إن إحنا مش عاملين اتحاد يجمعنا كلنا وبنبيع لبعض، وعاملين تجمعات تلم الدول الإفريقية وتحقق نهضة وتنمية. لا إحنا ما عندناش الكلام ده. رابع سبب، الحروب وعدم الاستقرار السياسي في بعض دول القارة. في دول بتعاني من حروب وصراعات وفوضى وإرهاب وضعف، فأكيد مش هتهتم بالصناعة لأنها عندها مشكلات أكبر من كده لسه بقى لحد ما تحلها بقى. طيب رقم 5، عندك تصدير الإنتاج المعدني في شكل مواد خام بأسعار منخفضة. إن إحنا أصلا بنبيع المعادن بتاعتنا كمواد خام وبنبيعها بفلوس قليلة جدا، ثم بعد كده بنشتريها بأسعار مرتفعة. يعني أنت بتبيعها بفلوس قليلة، ولما تيجي تشتريها بتشتريها بفلوس كتيرة. طب يا عم لا، ده طبعا راجع لان احنا ما عندناش امكانية تصنيع المواد الخام، مش بنصنعها. رقم 6 في المشكلات بتاعت التعدين والصناعة والطاقة، هي نقص رؤوس الاموال. مش بنصرف فلوس كتير على المشروعات ومفيش مستثمرين، وافتقار الدول الافريقية للايدي العاملة المدربة. ان احنا ما عندناش خبرات ومهارات وفنيين وناس دارسين وناس متخصصين، ما عندناش احنا الكلام ده لقطاع التعدين والصناعة. عشان كده بنضطر ان احنا نعتمد على الشركات الاجنبية، وطبعا الشركات الاجنبية دي لما تيجي عندك مش هتيجي عندك ببلاش، وهتاخد منك فلوس كتير. ودي حاجة وحشة طبعا انك تعتمد على الشركات الاجنبية عندك، لان انت لازم تستثمر الموارد اللي موجودة ببلدك. تتعلم الناس بقى، تهتم بالتعليم، تطلع متخصصين وفنيين، تهتم بالناس دي لحد ما يبقوا قادرين ان هم يستغلوا الموارد اللي عندك. ده 6 مشكلات مؤثرين جدا في التعدين والصناعة والطاقة. طيب تعال نشوف بقى، انت لسه مكلمنا عن مشكلات، اديني حلول بقى للمشكلات دي. انا عايز دلوقتي قارة افريقيا يبقى عندها حلول لمشكلاتها، هتعمل ايه؟ عندي هنا قسمناها لجهود افريقيا ومصر للنهوض بمجالات التعدين. في دول افريقية، افريقيا كلها هتعمل حاجات تنهض بالتعليم او تنهض بالمشكلات دي وتحلها، وفي مصر بتعمل لها دور لوحدها. تعال نشوف. أول حاجة هي التوجه نحو الصناعات الخضراء. كلمة الصناعات الخضراء يعني الغير ملوثة للبيئة. كنا في الترم الأول بناخدها باسم الاقتصاد الأخضر. أي حاجة خضراء دي يعني غير ملوثة للبيئة، دي الصناعات الخضراء. طيب كمان التعدين المستدام. التعدين المستدام ده ليه تعريف لوحده مهم، هو إدارة الموارد المعدنية بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحالية والقادمة. يعني إيه؟ يعني إحنا هنستغل المعادن. أنا مش بقولك أنت مش هتستغل المعادن، لأ يا عم، هنطلع معادن ونستغلها، بس في نفس الوقت وأنت بتستغل المعادن دي ما تلوثش البيئة ولا تأثر على مشكلات اجتماعية واقتصادية. ما تعملناش مشاكل وانت بتستخرج المعادن دي، زي مشاكل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وكل ده. زائد ان انت هتحافظ على حقوق الاجيال الحالية اللي هو احنا دلوقتي، والاجيال القادمة اللي هتيجي من بعدك، ولها حق في الموارد دي، ولها حق في انها تستغلها. فانت مش هتخلصها دلوقتي لحسابك انت وبس، ده في اجيال لسه هتيجي. كمان دعم الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الغير ملوثة للبيئة زي الشمس والرياح والكهرومائية. تاني حاجة، إنشاء التكتلات الاقتصادية ومناطق التجارة الحرة. التكتلات الاقتصادية يعني التجمعات، إن إحنا نعمل تجمع بيضم دول قارة أفريقيا، نبدأ نبيع بقى ونشتري مع بعض ونحسن من التنمية ومن الاقتصاد ونبقى حاجة كويسة. ده تاني حاجة. تالت حاجة،
سعي الدول الإفريقية للتحول من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج. يعني بدل ما احنا بنستهلك كتير قوي، لا احنا ننتج يا عم حاجتنا وما نروحش نشتريها من بره. ما نبقاش مستهلكين وبس، لا، ننتج ونشتغل ونعمل تنمية، ونعمل تنمية للاقتصاد، وده هيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل. لو انت بقيت بتنتج اكتر من انك بتستهلك، ده حاجة حلوة، لان هيخلي الناس يجوا يستثمروا عندك، يعملوا مصانع، يعملوا شركات، يعملوا حاجات من دي، وبالتالي هتقدر ان انت توفر فرص عمل جديدة وتشغل ناس كتيرة جدا. طيب 4، رابع حاجة تطوير البنية التحتية. واحنا اتكلمنا عن البنية التحتية وقلنا كل الحاجات اللي بتشمل الصناعة، زي الطرق، زي الكباري، زي وسائل النقل، زي الاتصالات، كل دي بسميها بنية تحتية. لان لو المستثمر جه عندك، انا جيت انا عايز اعمل مشروع في مصر، لقيت مصر ما عندهاش بنية تحتية كويسة، خلاص مش هعمل مشروع في مصر، هعمله في اي بلد تانية، لان مفيش بنية تحتية كويسة. لكن لو انا جيت مثلا لقيت ان مصر عندها بنية تحتية كويسة جدا، خلاص انا هعمل مشروعي في مصر، لان الحاجات دي كلها مهمة جدا للنهوض بمجال التعدين والطاقة والصناعة. رقم 5، رفع كفاءة العمال والفنيين وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة. ان انا لازم اعلم الناس والعمال بتوعي بشكل كويس وادربهم على التكنولوجيا الحديثة، وانهم خلاص يقدروا يستخدموها، يقدروا يستغلوا الموارد اللي هي موجودة في الدولة، ونقلل الاعتماد على الشركات الاجنبية. ما انا لو عندي ناس شاطرين مش هروح اجيب شركات من بره. سادس حاجة الاهتمام بالتعليم الفني. التعليم الفني ده اللي هو التعليم الصناعي، اعمل تدريب للعمال واعمل لهم مهارات واعمل لهم كورسات وادربهم وانزلهم يشتغلوا، فهيطلعوا شاطرين. سابع حاجة انشاء مناطق اقتصادية. المناطق الاقتصادية دي بتبقى منطقة محددة كده مليانة مصانع، بدل ما يبقى في مصنع هنا وهنا وبعيد وقريب لا، احنا هنلم المصانع دي كلها في منطقة واحدة بعيدة عن السكان، ونقدم للمنطقة دي مزايا وتسهيلات، نقدم لها تسهيلات كتير جدا عشان نطور الصناعة ونتجه نحو التصدير. نشجع رجال الاعمال، نشجع القطاع الخاص اللي هم رجال الاعمال برضو، ويستثمروا فلوسهم في المناطق الصناعيه. عشان كده مصر عملت او